أهلا بكل مستمعينا في حلقة جديدة من بودكاست أنوثة بالياسمين. معاكم أنا نيرة شنب ولايف كوتش ياسمين عبد العزيز. بدأنا أول حلقة المرة اللي فاتت واتكلمنا عن بعض سمات الأنوثة. حابين إن حضرتك تفكرينا بيها سريعا، وكمان نكمل كلامنا النهاردة عن بعض أهم سمات الأنوثة، وياريت حضرتك توضح لنا إزاي نبدأ نطبقها في حياتنا. أهلا يا نيرة، سعيدة جدا إن أنا بلتقي بيكي مرة تانية. الحقيقة اللقاء السابق كان جميل جدا وأنا كنت مستمتعة بيه جدا. اتكلمنا فيه عن سمات الأنوثة، ويعني إيه أنا أكون أنثى بتصف بسمات أنوثة، وإزاي الأمر ده ممكن يكون نسبي جوايا وأطبقه إزاي وأقدر أعرف هو موجود بنسبة قد إيه جوايا. اتكلمنا عن سمتين مهمين وهي كانت القبولة والمرونة، وقلنا ان ازاي الانثى اللي بتعيش السمات الاولية بتاعتها او بتعيش فطرتها بيكون عندها القبول والمرونة مفعلين جواها ازاي، وبتكون من اهم السمات عندها. حابة نتكلم النهاردة اكتر عن سمات الانوثة، او نتكلم اكتر بشكل عام عن حالة الانوثة. احنا ذكرنا في الحلقة السابقة ان هي مش الشكل الخارجي، وان هي مش الصوت الخارجي، وان هي مش المغلوطات اللي احنا واخدينها عنها او الموروث اللي احنا جايين بيه، على ان الانثى هي الليونه والصوت اللي كذا والشكل اللي كذا. لا خالص، واحنا سمات الانوثه هي سمات كلها ممارستها بتدي الانثى مزيد من القوه ومزيد من الانتاج ومزيد من التفاعل والتناغم مع اللي حواليها في الحياه ومع علاقتها. ومن اهم الاشخاص اللي ممكن تفعل معاهم سمات الانوثه، سواء تقبل او سواء كانت المرونه. اتكلمنا عن ذاتها هي، وازاي تبدا تتقبل ذاتها، وازاي تبدا تتناغم معاها، وازاي تحبها وتنفق عليها بدايه من احساسها تجاهها لحد ما يطلع للاخرين. من النقط المهمة جدا كمان اللي احنا وضحناها ان كل اللي بيسمعنا في اي مرحلة عمرية يقدر او تقدر تبدأ تطبق السمات دي مهما كان عمرها صغير او اكبر شوية. ايوه بالظبط كده، ان تفعيل سمات الانوثه جواكي مش مرتبط باي مرحله عمريه. انت في اي وقت قدرتي تكتشفي ان انت عندك قصور في انفاق سمات الانوثه، او عندك قصور معين في ان انا مش عارفه اعيش انوثتي بفطرتها وبشكلها المريح، عادي ممكن اغير ده وابتدي اعدله وابتدي اعرف ازاي اعتاد السمات الصح وارجع لها، لان الاصل في الامر هي الفطره اللي ربنا فطرنا عليها. فمعنى ان احنا نرجع للفطره دي هو ده الشكل المريح اكتر. ويمكن دي النقطه اللي انا عايزه ابدا بيها النهارده، ان الانوثه هي حاله، هي نمط. فمجرد ان انا برجع لنمط اللي هو الاساسي بتاعي او اللي هو الفطري بتاعي، ده بيكون اكتر شكل انا برتاح فيه، ده بيكون شكل الروقان. فاوعي تتخيلي ان وانتي بتجتهدي عشان خاطر تكوني بتمارسي سمات الانوثه ان ده صح. بالعكس، انت ممارستك لسمات الانوثه هيجي بمنتهى الراحه، بمنتهى الهدوء، بمنتهى الروقان، كانك بترجعي الشيء الاصلي. فايه الاصعب، ان انت ترجعي الشيء لاصله ودايره الارتياح بتاعته وشكله طبيعي، ولا ان انت تجتهدي ان انت تحطيه في شكل تاني ونمط تاني وطريقه تانيه؟ حلو جدا. يعني افهم من حضرتك ان احنا لو في حالة الانوثة المتزنة اللي ربنا خلقنا عليها او فطرنا عليها، دي هتكون حالة ارتياح، مش هيكون مطلوب مننا اي جهد واحنا بنبذل ده. جدا بالظبط كده. خلينا نقول ان الانثى اللي بتتمتع بانفاق سماتها الانثويه الطبيعيه جدا والفطريه كده، هي بتكون انثى رايقه مرتاحه هاديه، بتستمتع بالسكينه، بتستمتع بالاتزان في علاقتها. الموضوع مش بيكون مجهد عشان تعمل ده، اللي بتعمل ده بتتصنعه من الشكل الخارجي، لكن طالما هو ترسخ جواكي وطلع من جواكي فهو هيطلع بمنتهى الاريحيه، وطول الوقت هتكوني مستمتعه بيه، لان ده الاصل، ده دايرة الراحة بتاعتك الحقيقية، ده السمات بتاعتك الحقيقية، مجردة من أي جهد أنت بتنفقيه عليها عشان خاطر تكون غير كده. حلو. الحتة دي بالظبط كده. يعني أظن إن
حابه اوضحها عشان خاطر ما نحسش واحنا بنجتهد ان احنا نحافظ على سمات الانثى بتاعتنا احنا هنعمل حاجه صعبه، احنا هنتعب قوي عشان خاطر ابقى الانثى اللي انت بتقولي عليها. هو الاصل ان انت هتكوني مرتاحه اكتر، هتكوني رايقه اكتر، وهترجعي اكتر لطبيعتك وفطرتك وهدوءها وشكلها الخارجي والداخلي ونمطها وسلوكياتها وافعالها، فده اللي هيكون اكتر روقان بالنسبه لك. فلو هنقول ان احنا هنبذل عشان خاطر نرجع له، مش هنبذل جهد، احنا هنبذل روح. حلو جدا. طيب بعد القبول والمرونة ايه اهم سمة تيجي بعد الصفتين دول او السمتين دول؟ خليني اكلمك على ان الانوثه كل سماتها تحسيها لذيذه ولطيفه كده، تحسي حاجه كده دريقه وجميله قوي. طبعا مش بنحاز لجنسي ويعني وليا كل الحق ان انا اعمل كده، بس هي الحقيقه انها كده. يعني خليني اقولك ان من البساطه، من التناغم، من الراحه، من الرحرحه، من احنا طبعا اتكلمنا عن المرونه والروقان، من السكينه، من الاحتواء، كل دي سمات انوثه. كل دي من سمات الانوثه، هي كتيره جدا، احنا بدانا نحصرها فاحنا مش هنخلصها، بس خلينا ان نطلع اكتر الحاجات اللي بتكون واضحه فيها. السمات الخاصه بالجديه والصرامه والالتزام والسيطره، هل دي سمات ذكوره؟ هل دي الانثى مش بتستخدمها خالص او مش بتنصفها خالص؟ لا، زي ما قلنا في الحلقه السابقه، هي ممكن تستخدمها لكن مش هي دي سماتها الاساسيه. هي ممكن تلجأ ليها ولكن بنسبه 20% من يومها، 20% من سماتها، لكن الاصل عندها الامور الثانيه او السمات الثانيه الخاصه بالتبسيط، الخاصه بالتناغم. التناغم ده خليني اقول لك زي ايه يا نيره؟ يعني تقدر تتماشى مع كل اطار، مع كل وعاء ممكن تتحط فيه. يعني ممكن انها موجوده ماشيه في الاتجاه ده تنتج، طب الاتجاه اللي هي ماشيه فيه تغير مساره تلف وتنتج برضه، طب الاتجاه ده وهو بيمشي لقيت فيه شويه خطوط يمين وشمال، تنتج هنا وتنتج هنا كمان. هل لو انا مثلا في وضع حاسه او في بيئه مثلا حاسه ان انا مش متوافقه معاها، سواء بيئه عمل او غيره، هل برضو اقدر افعل سمة التناغم؟ بالظبط كده، تقدر تتناغم مع كل الانماط اللي هي بتتحط فيها، تقدر تتناغم مع كل البيئات اللي ممكن تكون متواجده فيها. مش معنى انها تتناغم معاها انها تكون شبهها، بتتناغم معاها بصفاتها هي، بتفعل صفاتها هي وبتفعل سماتها هي في الوعاء اللي موجوده فيه. خليني اقول لك، لو احنا حطينا كوبايه ميه في كوبايه، هيبقى شكل الميه جوه شكل الايه؟ شكل الكوبايه. بالظبط، الميه جوه شكلها شكل الكوبايه. طب لو حطيناها في علبه هتاخد نفس الشكل. طب لو حطيناها في كيس بيتحرك، نفس الشكل برضه. لو حطيناها على ترابيزه هتجري وتاخد كل الفراغات اللي هتقابلها. بالظبط. هي كده بالظبط، بتتناغم مع كل. طب هل لما هنحط الميه في الكوبايه هتتغير على الميه اللي هتتحط في العلبه عن الميه اللي ولا هتفضل هي الميه؟ هتفضل هي بالظبط. الانوثه بتفضل مستمتعه بسماتها، مستمتعه بقيمها، مستمتعه بانتاجيتها وافكارها، ولكن بتتناغم وبتنفق الامور دي والقيم دي والافكار دي على حسب الوعاء اللي موجوده فيه. زي مثلا اقول لك، انا بدي امثله كده كتير بس عشان خاطر ابسط الامر. تمام. زي الام، هي تقدر عندها 3 اولاد، تقدر مع ابنها الكبير تقول له لو سمحت يا حبيبي، النهارده انت مطلوب منك تنظيم اوضتك بالطريقه كذا وكذا وكذا، وده كمان يكون خلال الوقت كذا. تمام؟ على اساسه هيبدا مكافئتك، او غير كده هنبدا نشوف هيتصرف ازاي. ده ولد عنده 10 سنين، عندها ولد تاني عنده 6 سنين. حبيبي النهارده انا منتظره منك ان احنا مع بعض نرتب الغرفه بتاعتك عشان نشوفها شكلها افضل، وده هيساعدك على فكره ان الاوضه تبقى منظمه، اما تيجي اصحابك يزوروك هتشوف الاوضه شكلها احسن، وانا كمان هكافئك وهدي لك حاجه كويسه جدا لو طلعت الاوضه النهارده شكلها حلو. ده بتتكلم اللي هي الام، وهي القيمه اللي هي طالباها، وهي الطريقه اللي بتربي بيها الاولاد بتوصلها لطفل عن 6 سنين. طيب
الطفل بقى اللي عنده 3 سنين صغير خالص يا دوبك بيوعى، يلا بينا نعمل مسابقة مين هيلم اللعب الأول، أنا هروح بسرعة، أنا لا مش أنت، أنا هجي بسرعة. هي نفس القيمة وهي نفس الأم، ولكن هي بتتناغم مع كل وعي ومع كل فكرة ومع كل طريقة، وتحاول توصل القيمة اللي هي عايزة تقولها بطرق مختلفة وببيئات مختلفة. طيب الذكور بيعرفوا يعملوا كده؟ لا يا جماعة مش بيعرفوا، بس يعني ان شاء الله ربنا يقدرهم برضه مفيش مشكلة. بس خلينا نقول ان دي سمة الأنوثة، تمام، هي حلو بتعرف جدا. تتناغم وبتعرف تنفق قيمتها وتنفق الافكار بتاعتها على حسب الوعاء اللي بتكون موجوده فيه. طب محتاجين من حضرتك نماذج اكتر ازاي بقى نطبقها في حياتنا؟ طيب لو انا دلوقتي لمست فيا ان انا مفتقده لسمه المرونه، او مفتقده لسمه القبول او البساطه او الهدوء او السكينه ايا كان منها، هبدا اركز على حاجه واحده منها وابدا اقرا عنها كتير واشوف المحتوى ده عباره عن ايه، يعني ايه مرونه، ويعني ايه المواقف اللي ممكن تكون انا استخدمت فيها غير المرونه، وطيب لو الشكل الاحسن للمرونه ان انا انفقها اعمل ده ازاي، وابدا اركز على ان انا انفقها خلال يومي وخلال معاملاتي مع الشريك فقط يا ياسمين، لا خالص، مع كل جوانب حياتك المختلفه، مع اولادك، مع باباكي ومامتك، مع اصدقائك، مع زمايلك في العمل، مع نفسك، مع اتفاقاتك، مع جدولك الزمني، مع جدول اهدافك. انا قررت ان انا انفق مزيد من المرونه. طب انا هتعب قوي يا ياسمين عشان اعمل كده؟ خالص، انت لما هتعملي كده هتستمتعي اكتر جدا وهتحسي بروقان كبير قوي. ممكن في البدايه لان ده مش انت معتاده عليه يبذل منك شويه مجهود، لكن في الاصل ان هو هيريحك جدا وهتلاقي نفسك بتمارسيه بعد كده بمنتهى السهوله. المرونه من اكتر السمات اللي بتفعل للانثى عدم التعلق، وبتفعل للانثى الحياد، ودي طبعا من السمات الانثويه المهمه جدا. يعني كل سمه بتساعد في وجود سمه اخرى، فابدأي خدي الخطوة، ابدأي دوري ايه مفتقداه من سمات الأنوثة وفعليه في انفاقه على كل اللي حواليكي وفي كل أيامك، وانت واقفة في المطبخ قرري ان انت تنفقي سمات مرونة. انا كنت هعمل كده بس ما طلعش بالطريقة دي، هعمله بطريقة ثانية وانا جميلة ومستمتعة ومش مضطرة ومش متضايقة. انا كنت مرتبة جدول اهدافي ان انا هعمل كده، بس في هدف سبق التاني، ما عنديش اي مشكلة، مش مضغوطة، مش متضايقة، مش رافضة. خليني اقول لك ان العصبيه دي طاقه ذكوره، والهدوء ومش ان انت تتصنعيها، هي بتبقى من جوه، لكن السكينه والهدوء والراحه والبالراحه، يعني عارفه اللي هو ببطء بالراحه، طيب مش بتعبي، مش الناس بمستوى. أكيد اللي حوالينا هيبدأوا يلاحظوا التغيير ده، فوقتها يكون إيه بقى رد الفعل؟ يعني لو إحنا السمات دي مش موجودة وبدأنا نفعلها وبدأنا كده نلاحظ ردود فعل غريبة أو بدأت، يعني عارفة ما بنخرج من دايرة الراحة بتاعتنا بتبدأ كده كل حاجة حوالينا تتغير، فوقتها علشان نقدر نستمر ونفضل في تطبيق السمات دي نعمل ايه او نتعامل مع التغيير او ردود الفعل حوالينا ازاي؟ بصي يا نيرة، هو غالبا احنا مش بنخرج من دايرة الراحة بتاعتنا، احنا بنخرج من دايرة الراحة بتاعتهم. ان احنا بنكون في وقت من الاوقات بننفق مثلا سمات مختلفة او بنحرم نفسنا من سمات مختلفة، فده بالنسبة للناس بيلبي احتياج معين ايا كان ايه هو، فبالنسبة لهم مريحهم. هي ياسمين بتعمل كده، او ياسمين متحملة الخط ده، او ياسمين ما بتسألش على الحق ده، فده بالنسبة لي خلاص هي دايرة الارتياح. طب ياسمين فجأة قررت انها لا تطلع للشكل الاصح وتسأل مثلا عن الحق ده، او تطلع للشكل الاصح وتمارس سمة من سماتها او حق من حقوقها بشكل مختلف. طيب هنا بقى هي خرجت من دايرة ارتياح الطرف الثاني، مش من دايرة ارتياحها هي. طيب كنت مقاومة، ايه ده تتغيري، ايه ده هو انت على فكره ما كنتيش كده، ايه ده طب ما انت بتعملي كده طول عمرك، اشمعنى دلوقتي جيتي غيرتي؟ وتبدا بقى الكلمات والانتقادات، لا مش هتقدري توصلي، على فكره ما طول عمرك بتقولي كده وما بتحققيش، ممكن غيرك اشطر، لا مش لازم، ايه ده غريب قوي اللي انت بتعمليه، وهيبدا رفض طبعا لان هم كمان بيحاولوا يحافظوا على دوائر الراحه بتاعتهم. طيب انا بعمل ايه؟ قدر ايماني، قدر استمراري، قدر نجاحي. قد ما انت مؤمنه بان ده حق من حقوقك، سمه من السمات اللي ربنا فطرك عليها، هو ده الصح،
وهو ده اللي متصل برب العالمين، وهو ده الحق اللي انت المفروض تكوني عليه قدر ايمانك بده، قدر ما انت هتفضلي تستمري. طب انا مش عارفه ياسمين لوحدي، اطلبي المساعده، اطلبي المساعده من اهل الذكر، اطلبي اخصائيه، اطلبي استشاري، قولي له انا بحاول ان انا اعمل كذا واحقق كذا في حياتي وانا مؤمنه ان هو صح، بس انا مش عارفه اقاوم البيئه اللي حواليا، مش عارفه اقاوم الانتقادات اللي حواليا. قدر استمرارك هيبدا نجاحك. خلينا كمان نأكد على نقطة مهمة جدا، إن أهل الذكر هم الناس اللي شفنا عليهم النجاح أو شفناهم محققين النقطة اللي احنا حابين نسأل عنها. يعني مش لازم مثلا يكون لايف كوتش أو كذا، أي موقف أنا بمر بيه شفت غيري ناجح فيه أقدر إن أنا ألجأ له أو أخد منه نصيحة ويكون أهل ذكر في النقطة دي. صح بالظبط كده، هو اهل الذكر بالظبط زي ما انت قلتي، هو اللي مر بالتجربه اللي انا موجود فيها او مر بالموقف اللي انا موجود فيه واثبت النجاح اللي انا عايزه اوصل له، هو موجود في النقطه اللي انا عايزه اوصل لها، فهو اصبح اهل ذكر في هذا الامر، فانا اوجب ان انا اساله. فوقتها هتطلبي المساعده هتلاقيها من اهلها، وقدر استمرارك قدر نجاحك ان شاء الله. حلو جدا، احنا نقدر ننهي حلقتنا النهاردة بالجملة الهايلة دي، وان شاء الله الحلقة الجاية نتكلم معهم اكتر ازاي برضو يعززوا ايمانهم الداخلي. شكرا لحضرتك جدا، وانتظرونا في حلقة قادمة. شكرا يا حبيبتي، ميرسي جدا واشوفك على خير، وفعلا مستمتعه جدا معاكي. انا اكتر، شكرا.